راجي ذاك المدرب الصربي لمنتخب طبعا غانا باللاعب اوبوكو واللاعب ايضا وادو اساموا. هذه امامنا نتابع محمد ناجي جدو 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 عايز تهده جيب له جدو، عايز تهده جيب له جدو، عايز تهده جيب له جدو. هدف قاتل في الدقيقة 84 محمد ناجي جدو في الدقيقة 85 عشان ما حدش يزعل. ادي امامنا الفرحة المصرية، هي هجمة، هي هجمة ظبطها زيدان زي ما عملها لابو تريكة. النهارده التاريخ بيعيد نفسه لكن مع محمد اخر، هو محمد ناجي جدو نجم هذه البطولة وهداف البطولة والبتشينشي الهداف اللي قد ينتقل للملاعب الاسبانية اللي تسأل عليه ريال سوسيداد ونادي اوساسونا في كلام حول انتقاله. لكن هو نجم ايه؟ نجم الاتحاد سيد البلد. نادي الاتحاد النهارده السكندري اعتقد هيكون في فرح كبير، اسكندريه في فرح كبير ان شاء الله الفرحه تكتمل. ادي محمد زيدان بكلمه السر المصريه بتعبير عن الاراده المصريه. محمد ناجي جدو يا الله يطمن قلبك ويطمن قلب اهلك واهل احبابك. افرحوا في وش عيسى في دمنهور في اسكندريه في كل محافظات مصر في كافه ارجاء المعموره في كافه ارجاء مصر. ادي المعلم شحاته، معلم حسن شحاته بجهازه الفني، معلم باللاعبين اللي معاه، معلم وهو فعلا معلم ومعلم ايضا للاجيال. حسن شحاته هل يسجل هدف قاتل الآن؟ هدف البطولة، هدف الكأس، أم سنذهب للمرة الثامنة في تاريخ النهائيات إلى الإكسترا تايم؟ 2006 أيضا كان آخر إكسترا تايم، مصر كوت ديفوار، لكن مسار كرة سدد جول 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 جول. يا جدو، يا جدو، يا جدو، شكون يهدو؟ الفريق المصري فريق الخبرة يضرب في مقتل الغانيين ويسجل هدف الكاس السابعة، يسجل البطولة السابعة. تاريخ أسطورة الكاس السابعة للمنتخب المصري من كرة واحدة. مصر تعاقب التاريخ الكروي الغاني، يفتح باب التسجيل كرة زيدان في الكرة الوحيدة الصح لجده القريب الخطير نيوتريكا قلت المرزق الجديد لكرة المصريين. 1-0 من جدو يسجل 5 أهدافه. الله على التاريخ لما يكتب، الله على البطولة لما تكسب، الله على الأرقام لما تدون، الله على التاريخ لما يورشف. مش ممكن على 1-0. طعم لاعب كبير ادخل وضرب وسجل اغلى اهدافه 1-0 مصر. هدف الكاس، هدف البطولة، هدف السادمة، هدف الساديام، هدف السادمة، هدف السبن كاب، هدف الكأس السابعة. 1-0 شحاتة يا معلم. لو كنت مسؤول في مصر لأمرت أن ينصب لك تمثال يا معلم في قلب القاهرة، فأنت من معالمها التاريخية. للمرة الثالثة الكاس مصرية، للمرة الرابعة البطولة عربية، للمرة 11 التاريخ. لغة الضاد تسيطر على أقدام السمار الإفريقي. 1-0 في الوقت القاتل في 85. نومهم ثم ذومهم وضربهم الفريق المصري بكرة من زيدان في باس هي الأولى صحيحة، لكن كرة كاس الكبار والرجال تظهر عند الشدائد. 1 مصر 0 غانا. البطولة السابعة أخذت طريق القاهرة وأسوان، الفيوم والإسكندرية. ما زالت لغانا حذاري والكرة ركنية. هدف ل0 للمنتخب المصري في الوقت القاتل في الدقيقة 86 من جدو. المنتخب الغاني يلقي بكل اوراقه في المباراة. يدخل دومينيك اديا لاعب اي سي ميلان، افضل لاعب افضل هداف في مونديال الشباب اليوم. لعبة الكبار يا دومينيك، النجم القادم لغانا. يدخل بديل كيان، تمشي كرة راسية وفي خطأ وكرة ستعود للدفاع المصري. هدف قاتل، هدف بذكريات التريكا في كارلوس ادريس كاميني. تغيرت المواعيد، شوف الانطلاقة، شوف الباس، بداها
واستكملها، بداها واستكملها، بداها في رحلة البحث عن السابعة ونهاها عند الدموع للغانيين. انفجر يا يتوى العيون بدموع الخيبة يا كيان، لا صوت يعلو فوق صوت الفراعنة. الكأس السابعة للمصريين. 88 دقيقة، هدف من جدو يقلب الطاولة على رشيفاك. شحات لا يخسر في افريقيا، جيبوا اللي بعده، جيبوا اللي بعده، كل واحد وساعده. 19 مباراة بدون خسارة في الكان، ما خسر ولا ماتش في افريقيا، لا شباب ولا كبار. ربح الشباب عام 2003 في بوركينا فاسو، جاب الاولى للكبار 2006، الرجل هذا ربحها 2008، عاودها لهم في 2010. ماذا تريدون اكثر؟ ماذا تريدون اكثر؟ مصر تقترب من كاس افريقيا وتصطاد الاسم المونديالي الرابع. لعبت مع كل الموندياليست الا كوت ديفوار. اذا تربح غانا والجزائر والكامرون ونيجيريا اللي عنده راي ثاني غير حقية المنتخب المصري بالكاس يجي يناقشني ومستعدين للنقاش والحكايات. اذا حدوته اخرى مصرية تكتب الليلة في سماء لواندا. تغيرت الاماكن، تغيرت الملاعب، تغير الاستاد، تغير الحضور، تغيرت الجماهير، ممكن تغير الاعلاميين، ولكن بقت الصورة واضحة. من 2006 عقد ازلي، ارتباط ابدي بين المصريين وكاس افريقيا. حياته ليس سعيد لانه يقول لك كثرة الان الثالثة توجع، الثالثة على التوالي تؤلم. الكورة والكاس للرابع على التوالي في الشمال الافريقي. وقلت في بداية الماتش انه غابت افريقيا، عجزت فيها الوصول وافتقدت فيها النمور وطارت فيها النسور وضعفت فيها الصقور. غابات افريقيا تحتاج الى دماء جديدة. هي 90، ليس الان يا مصري، ليس الان يا مصري. 90 دقيقة، حذاري من الاخيرة، حذاري من الخطيرة، حذاري. والكرة اوت برا، كرة اوت برا. حتى انت يا استرالي تشجع منتخب غانا، ما لهم ضد المصريين، ما لهم على المصريين، وليس لهم امكانية على المصريين. 1-0 من جده يا استرالي، 1-0 على يمين الغاني، 1-0 من ورائي الفرنسي وكلود لوروا، ومن تحتي وامامي هناك ايضا التلفزيون البرتغالي بالبرتغيز بالفرنسي بالانجليزي لغة الغانيين. مصر كامبيون افريكا، مصر للسابع مرة ابطال واسياد، بل اباطرة القارة السمراء. دقيقتين ونصف، دقيقتين ونصف، هانت مشوار تعب، هان رحلة بطل، هانت جدو يمشي لأحمد حسن، ذيع الكرة لحسن، يدخل الشافي والكرة للبلاك ستارز. ما تمشيش في الفارغ يا الشافي، تمشي الكرة لغانا. كرة أخيرة، كرة خطيرة، كرة مثيرة لكاس سابعة في التاريخ. يمشي الكرة دومينيكا ديا، يلعب الكرة أزاموا الانطلاق ليايو ابن أبيدي تحت أنظار الوالد، تحت أنظار الفاذر، تحت أنظار البادري، تحت أنظار البابا. يلعب الخطير القادم، النجم القادم رقم 13 أندري أيوب. ورا المنتخب الغاني، حذاري من اخر كوره. غانا تنتفض ومصر في بطوله تفوز فيها على نيجيريا لاول مره في افريقيا من عام 63، وتفوز لاول مره في تاريخ النهائيات على الجزائر، ولاول مره في تاريخ النهائيات على غانا. اذا هي بطله افريقيا بجداره، بجداره. الكاس السابعه ترفع هنا. يوم 10 فبراير 2006 كنت معكم هناك في القاهرة. 2008 كنت من استوديوهات عمان، هناك ناقل فرحة شعب من أقرب غانا. واليوم هنا في قلب لواندا مع قلوب وعقول العرب الخافقة المستمتعة المتمتعة بالإنجاز الجديد. مصر سيدة افريقيا 7 مرة، 7 خطرة، 7 كرة. احسبها كيما تحب، احسبها كيما بلوغتك، احسبها كيما لهجتك. للمرة السابعة. 57 كان الكابتن بسطان، 59 كان صالح سليم، 86 كان المجري مصطفى عبده، 98 كان الصقر التاريخي حسام
حسام حسن 2006، حسام حسن 2008، احمد حسن 2010. تكلمت مصر السابع مرة، اطلقت القذيفة السابعة في وجه كرة افريقيا، وكان القائد والجنرال احمد حسن من سيرفع الكاس الغالية عاليا هنا في سبا لواندا. بعد دقيقة من الان انتهت الحكاية، لا خسارة في الكان، لا هزيمة في الكان. اخر هزيمة 2004، 19 ماتش بدون هزيمة، ريكور ما بعده ريكور. تمشي الكرة لغانا، تمشي الاخيرة لغانا، تمشي الخطيرة لغانا، حذاري راسية، فرصة، تاهت الاقدام، تاهت الرؤوس، ضاعت. اليوم ليس يوم غانا، رغم انهم قدموا مباراة كبيرة، رغم انهم في شكل اللقاء كانوا افضل، لكن الكرة اجوال. رحمة الله عليك يا لطيف. تمشي الكرة لحسن، والثاني لا، الدفاع يتصدى، احمد حسن يباسي كرة، زيدان في الاوفسايد، زيدان في الاوفسايد وانتهت. صفر يا كومان، صفر يا كوليبالي. انتهت الحكاية، انتهت رحلة لواندا كما كانت رحلات غانا والقاهرة 2006. مبروك للمنتخب المصري، مبروك للعرب، مبروك لمصر. الكأس الثالثة، الترسيرة، فرحة ومشهد يتكرر من 2006. موعدنا 2012، موعدنا لبريفيل ايجيبت للمرة السابعة بطل افريقيا والثالثة على التوالي. مش ممكن على الانجاز، مش ممكن على الاعجاز امام فريق غاني. امانة كان ندا قوي، بل تفوق في ردهات، في مغلب ردهات الشوط الثاني، لكن الكرة اجوال يا ايوب.